الأصدقاء، مبروك للمنتخب المغربي الأقل من 20 سنة التتويج ديالو بكأس العالم لأول مرة في التاريخ ديالو قدام الأرجنتين. المنتخب المغربي أول منتخب عربي كيتوج بكأس العالم لهذه الفئة هذه. في هذا الفيديو هذا ما جيتش باش نهضر على التتويج ديال المنتخب المغربي، ما جيتش باش ندوي على الاحتفالات، ما جيتش باش ندوي على بزاف ديال الحوايج اللي حققهم هذه الفئة هذه واللي حققها المنتخب المغربي، ولكن جيت نهضر على الفرق ما بين عقلية المدربين. وفي هذا الفيديو هذا اختاريت واحد جوج مدربين واللي هما مدربين مغاربه، من بينهم وليد الركراكي، وغادي نهضروا حتى على المدرب ديال المنتخب المغربي الاقل من 20 سنه وهبي. غادي نهضروا على كيفاش بداو مع المنتخب المغربي، وغادي نهضروا على الصيروره ديال الاحداث ديالهم وكيفاش كل واحد فيهم تبت لنا بانه مدرب ذو عقليه حديديه، ذو عقليه اللي كيعرف كيفاش يتصرف، كيعرف كيفاش يبني راسو براسو. في هذا الفيديو هذا بغيتكم تفرجوا فيه من الاول حتى الاخر وتعطوني الاراء ديالكم في اخر الفيديو. دونك الاخوان، البدايه كتبدا من كاس العالم قطر 2022. بزاف منكم غادي يعقلوا على وليد الركراكي كيفاش جا وبزاف ديال الحوايج. من طبيعه الحال حتى شي مغربي ما يقدر ينسى هذاك الانجاز اللي داروا المنتخب المغربي واللي قدر انه يكون رابع العالم. من طبيعه الحال كلكم شفتوا الفرحه ديالنا، ومن تما بدات الحكايه. من طبيعه الحال بزاف منكم غادي يكونوا شافوا بانه من بعد المونديال وليد الركراكي بدا كيخرج بواحد التصريحات اللي غريبه نوعا ما، تصريحات اللي من طبيعه الحال كينتقد فيها الصحافه المغربيه، تصريحات اللي كينتقد فيها الجمهور المغربي، بحكم اننا حنايا جمهور اللي متعطش لكره القدم، جمهور اللي عزيز عليه انه يشوف المنتخب ديالو دائما كيلعب هذيك الكره اللي كتفرجنا، دائما كيشوف المنتخب ديالو باغي يربح. من طبيعه الحال المنتخبات كامله بحال هكا، ولكن خليونا نتفقوا على ان وليد الركراكي من بعد المونديال بدا كيزابي، بداو بزاف ديال التصريحات، بدات كتوقع عليه مشاكل مع الجماهير، بدات كتوقع عليه مشاكل مع الصحافه. هذا الشيء من طبيعه الحال اللي خلى فوزي القجع من بعد يتدخل، واكيد بزاف منكم غادي يكونوا سمعوا بهذاك الخبر من بعد ما خرج فوزي القجع وقال ليه بانك خصك تبقى تعرف كيفاش تصرف مع الجماهير وتصرف مع الصحافه. من بعد هذا الشيء هذا كامل اللي وقع، جا كاس افريقيا من طبيعه الحال، ومن سخريه القدر اننا تقصينا قدام جنوب افريقيا. جنوب افريقيا من طبيعه الحال اللي عذبتنا في هذاك الماتش اللي مستحيل اننا نسوه، اللي بزاف منا كنا كنتوقعوا على اننا غادي نتوجوا بكاس افريقيا هذيك السنه، خصوصا اننا كنا حنا الرابعين على مستوى العالم، ولكن للاسف ما قدرناش اننا نتوجوا وتقصينا قدام جنوب افريقيا. من طبيعه الحال اللي لعبوا علينا بالمرتدات، هذاك الماتش اللي من طبيعه الحال كان واحد الماتش اللي مستحيل اننا نسوه. من بعد الاخوان هذا الشيء هذا كامل من طبيعه الحال وليد الركراكي نسى راسو وبقى دائما كيتفكر شنو دار في كاس العالم، باش يبدا كيخرج في الندوات ويقول بانني انا مدرب، حتى شي مدرب من بعدي ما غيقدر يدير داك الشيء اللي درت. قدرنا اننا نكونوا حنا الرابعين على العالم، قدرنا اننا نديرو. بدا كيقول بانني انا درت، انا فعلت، انا تركت. ومن طبيعه الحال هذا الشيء اللي غاض المغاربه، ومن طبيعه الحال هذا الشيء هذا اللي ما خصش يكون يقولوا اي مدرب. بزاف ديال المدربين على العالم قدروا انهم يتوجوا بكاس العالم، قدروا انهم يلعبوا مع انديه وتوجوا بالتشامبيونز ليغ، الا انهم دائما ما كيعرفوا كيفاش يتصرفوا مع الجماهير والاسئله اللي كتطرح عليهم. شوف ديما كنقولها، ولكن احسن مني باش يدي هاد لا كوب دافريك انا نخلي البوز ديالي. انا اللي كيامني هي المغرب تربح. شفتيه، انا اول سوبورتير ديال المنتخب هو انا غير بغيت نشوف حكيمي يدي الكاس. دونك ولا كاينين شي وحدين اللي كيبان لهم اللي بيب غوارديولا يجي ويدينا الكوب دافريك، ولا انشيلوتي ولا كلوب ولا شي واحد اخر، انا والله انا نجلس قدامه ونقول له الله يحفظك غادي تجيب لنا الكوب دافريك. من بعد هذا الشيء هذا كامل غادي نتحولوا للمدرب ديالنا وهبي الاخوان، اللي خصنا نعرفوا بانه سبحان الله من سخريه القدر ولا شي حاجه اللي ما عرفش، ولكن كنطيحوا في النهائي ديال كاس افريقيا. النهائي ديال كاس افريقيا اللي تنظم في مصر واللي تلعبات المباراه النهائيه ديالو في القاهره بالضبط. هذا الماتش هذا اللي لعبناه قدام جنوب افريقيا، وللاسف قدرنا اننا ما نتوجوش باللقب وانهزمنا قدام جنوب افريقيا لاقل من 20 سنه في النهائي، وتوجوا هما بكاس افريقيا وقدروا هما انهم يتوجوا بهذا الكاس هذه. من بعد هذا الشيء هذا كامل وهبي ما خرجش حتى شي تصريح، ما قالش بانني انا ما قدرش انني نحقق، ما قالش، ما خرجش في مشاكل مع الجماهير ولا حتى مع الصحافه، بل مشى سد على راسو. السيد عارف شنو كيدير، مشى بدا خدام على راسو وبدا كيوجد لينا الكاس العالم. كاس العالم من طبيعه الحال اقل من 20 سنه، وشفتوا
كيفاش اننا طحنا في مجموعه الموت. حتى شي مغربي الاخوان خليونا نتفقوا بانه حتى شي مغربي ما كان كيتوقع اننا ندوزو حتى من المجموعه وقدام شكون، قدام البرازيل وقدام اسبانيا، الا اننا وبالرغم من هذا الشيء هذا كامل قدرنا اننا نتاهلوا من مجموعه الموت، بل حنا اللي دوزنا اصعب الفرق في هذا المونديال هذا، كل من كوريا الجنوبيه، امريكا وحتى فرنسا، باش نتاهلوا للمباراه النهائيه ونلعبوها قدام الارجنتين. هذه المباراه هذه اللي تلعبات البارح، وخصكم تعرفوا بان المنتخب ديال الارجنتين كان حاقرنا ديال بصح، خصوصا من بعد الماتش ديالهم اللي لعبوا في نصف النهائي وخرجوا بتصريحات اللاعبين قالوا بانهم غادي يقدروا انهم يتوجوا بكاس العالم قدام المنتخب المغربي، باش من بعد يخرجوا اللاعبين المغاربه ويردوا عليهم في التيران وقالوا لهم بان الكلام ديالكم غير صحيح وقدرنا اننا نتوجوا بكاس العالم الاقل من 20 سنه. ومن طبيعه الحال خصكم تعرفوا بانه اول تتويج للعرب في هذه الفئه هذه بكاس العالم. دونك من بعد هذا الشيء هذا كامل شنو كنستنتجوا بانه كاين فرق ديال العقليه ما بين كل مدرب ومدرب. مدرب كيفتخر بالماضي ديالو، مدرب دائما في كل لقاء صحفي كيجبد لنا بانه دار واحد الانجاز وبانه هذاك الانجاز دائما ما عمر شي واحد غادي يوصل ليه، ولكن خليونا نتفقوا بان هذا الانجاز هذا قدر يديروا مدرب اخر ولكن مع فئه اخرى. خصكم تعرفوا بانه بالرغم من اختلاف الفئات ولكن خصنا نعرفوا بانه كل فئه كتلعب مع الفئه ديالها، اقل من 20 سنه اقل من 20 سنه، حتى ولو اختلف السن، ولكن خصنا نعرفوا بانه حتى اللاعبين ديال اقل من 20 سنه حتى هما مكونين في اوروبا، كاين بينهم حتى لاعبين اللي مكونين في الاكاديميه ديال محمد السادس او حتى اللي مكونين في الفرق ديالهم في المغرب. وهذا الشيء هذا كينطبق حتى على المنتخب الاول، المنتخب اللي بطبيعه الحال فيه لاعبين اللي مكونين في اوروبا، فيه لاعبين اللي مكونين في هنايا في المغرب، وفي لاعبين اللي مكونين في الاكاديميه، يعني ما كاينش شي فرق. الفرق الوحيد هو في العقليه ديال المدرب كيفاش كيتصرف مع اللاعبين، في العقليه ديال المدرب التكتيكيه. خصنا نعرفوا بان وليد الركراكي ما شفناش معاه حتى شي جديد في التكتيك ديالو، دائما نفس التشكيله، دائما نفس اللاعبين، دائما نفس المنهج، دائما كنشوفوا بان اللاعبين هما اللي كيكملوا من عندهم وهما اللي كيعطيونا هذاك الفوز باللي مفتخر به هو، وكيقول لنا بانه 16 مباراه دائما كنفوز، 16 مباراه انا فزت فيها، الا اننا خصنا نعرفوا بان المنتخب ديالنا مكلاسي هو 12 عالميا حاليا، وخصنا نعرفوا بانه حتى شي منتخب ما خصو يكون صعيب عليه، وبانه كاع المنتخبات اللي كنواجهوهم في افريقيا خصنا دائما يكون عندنا الامل باننا خصنا نكونوا حنا الاولين في افريقيا، باش من بعد نبداو نحلموا باننا نكونوا حنا الاولين ولا الثانيين في العالم ولا حتى الثالثين من طبيعه الحال من بعد التتويجات ديالنا بكاس افريقيا والتتويج ديالنا لما لا بكاس العالم. خصنا نعرفوا بانه حتى شي حاجه مو مستحيله، وهذا المنتخب هذا الاقل من 20 سنه بين لنا بانه بصح حتى شي حاجه مو مستحيله. الاراء ديالكم كتهمني من طبيعه الحال، خليوا لي الاراء ديالكم في الكومونتير تحت. شنو بان لكم؟ واش كتشوفوا بان هذا الشيء هذا اللي دويت عليه واش بصح هذا الشيء هذا كاين وحتى نتوما كتشوفوا من النظره اللي كنشوف بها انا، ولا كتشوفوا من نظره اخرى؟ من طبيعه الحال الاراء ديالكم غادي نقراهم كاملين في الكومونتير تحت. بلا ما نطول عليكم اكثر من هكا، استودعكم الله.